هاري ماجواير. هاري ماجواير. لو انت سمعت الاسم ده غالبا هتفتكر الاخطاء الكارثيه اللي عملها موسم 2022 او الميمز اللي كانت بتتعمل عليه وقتها. بس لو فكرت في الموضوع من منظور هاري ماجواير هتلاقي سواد حرفيا. الصحافه والاعلام بتنتقدك، جمهور فريقك بيكرهك ومعتبرينك اسوأ واحد عندهم، والتهديدات اللي بتجيلك انت وعيلتك من كل صوب. وانا متاكد ان لو شخص عادي اتعرض للكلام ده مش بس هيعتزل الكوره، ده هيعتزل الحياه كلها. بس ده ما كانش حال هاري ماجواير، وفي الفيديو ده هتكلم عن ايه اللي حصل بالظبط. ماجواير بعد الموسم الكارثي ده اتسحبت منه شارة الكابتن واتركن على الدكه. الموسم اللي بعده لما الاصابات ضربت النادي، ماجواير رجعت له الفرصه من تاني، بس المره دي هو استغلها صح، كسب احسن لاعب في شهر نوفمبر سنه 2023. بس في الموسم اللي بعده ما كانش لعيب كويس بس، ده كان لعيب مؤثر جدا في الفريق، وكان في لقطات انقذ بيها اليونايتد، زي لما جاب جول المكسب قدام ليون وده اللي وصلهم لنص النهائي، او لما ساهم في مكسب اليونايتد قصاد ليفربول لاول مره من 10 سنين في الانفيلد، وده اللي حول ماجواير من نكته للاعب استثنائي. القناه هنا مش بتتكلم عن الكوره بس، ماجواير هنا مثال عن شخص رفض يخلي الانتقادات تتحكم في حياته، ودي حاجه اساسيه جدا لاي حد لو عاوز ينجح في اي مجال. وبكده تكون عرفت ليه لازم تكون زي هاري ماجواير. وبس لو انت عندك راي في الموضوع ده اكتبه تحت في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك عشان يوصلك كل حاجه جديده، عشان الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون على اليوتيوب، بس انا لسه ما قررتش الفكره عامه. وبس اشوفك المره الجايه وسلام.